السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتي الغاليات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وروتين جديد، روتين من بيت الاهل ديالي. بديتو معكم بتحضير الكوتي في الوقت اللي كيوجدوا فيه الكسكسو للغدا. فانا حضرت كيكه ديسباسيتو العشيه. كما كتعرفوا يعني كتاخذ الوقت، خاصها الوقت باش تبرد، والتحضير ديالها كياخذ شويه الوقت، فوجدتها على بكري. بالنسبه للاخوات اللي بغاو الطريقه والمقادير فغيلقاوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. هي كيكه لذيذه ولكن كتاخذ شويه الوقت في التحضير، يعني فيها المراحل. كتحتاج منا الدقه والصبر في التحضير. فوجدتها وخليتها تبرد في الثلاجه، ومشيت كملت بقيه الاشغال. ربي لك الحمد، ربي لك الشكر، ربي لك الفضل، ربي لك المنة، ربي لك. من بعد مشيت للصالون جمعته. كما كتعرفوا الوليدات ملي كيتلاقاو يعني ما شاء الله عليهم كيرونوا كل شيء، فضروري مره نجمعوا موراهم. فهادي الصاله من بعد ما ساليت التوضيب ديالها، من بعد ما شطبتها وجمعتها وقديتها. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يشوفوا الصالونات، صالونات بيت اهلي سواء الطبق الاول او الثاني، فغنخلي الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف اسفل الفيديو. كذلك صالونات بيت المزرعه غتلقاو الجميع ان شاء الله في صندوق الوصف اسفل الفيديو. من بعد دوزت الشطابه الارضيه، دوزتها للدار كامله. كما كتعرفوا الشراجم والبالكونات يعني مزيانين، كيدخلوا الهواء وكيدخلوا الشميشه، ولكن في نفس الوقت كيدخلوا الغبره بزاف. فخاص ضروري دائما تنظيف وتشطاب ومسح الغبره، يعني هذيك حاجه مفروغ منها. فشطبت الارض هي الاولى، ومن بعد مسحت الغبره. صراحه بيت الاهل شي حاجه عزيزه وغاليه، شحال ما جلسنا فيه يعني ما كنسخاوش به. وديما كنتمناو العطله يعني تزيد طول باش نجلسوا وقت يعني اكبر في بيوت الاهل ديالنا. فالله يحفظ لنا والدينا ويطولنا في عمرهم، واللي والديه ميت الله يرحمهم ويغفر لهم.
وعلى ما جا وقت الغدا تجمعنا كاملين على هاد القصريه كسكسو. واللي بغات طريقه تحضير الكسكس بالخضر فغتلقاو الرابط كذلك اسفل الفيديو في صندوق الوصف. إنس قد جاءت بالسعد قد زانت دياجير قامت تبغي العلا قمة. من بعد الغداء لا ماشينا لافي ما حبستش مسكينه، يعني كانوا تجمعوا الحوايج بزاف مع الوليدات كيوسخوا بلا قياس. واغلبيه يعني كيكون التصبين نهار الجمعه، ما عرفتش علاش يعني دائما كتجي صدفه كيتجمع التصبين وكيكون نهار الجمعه بالعشيه بطبيعه الحال. اما الدنيا اللي نظفت واللي جمعت فما طولاتش، دغيا رجعت كما كانت. مع الوليدات ما كيساليوش من اللعب، ناضوا لعبوا ماتش مع باباهم، فنخليكم مع هاد الاجواء الزوينه. تماركا يلا سير. انت ما تلعبش؟ ها؟ لا يسامح. اوه صافي بارك عليكم. ناري بيت عالمي. صفق وناري شوك باباك، خليه يسوي يدير شي محاولات تجي ما تصوراتش. يلا يلا دابا شوه ليا يا زيد، شوه ليا. يلا بدا ومنين وجدت ديسباسيتو بردات مزيان، الوليدات طلبوني باش ندير لهم الشمع فيها، يعني يديروا بحال عيد ميلاد كيحماقوا الوليدات على اعياد الميلاد. فلبينا لهم الطلب، يعني جبنا الشمع اللي كان في البيت شعلناه ليهم وخليناهم يغنيو وفي الاخير يطفيوه. فكان هذا هو روتين يوم الجمعة من بيت اهلي، كان روتين زوين، نتمنى انه يكون نال رضاكم حتى نتوما. نتمنى ما تنسونيش بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع الاصدقاء، اللي مازال ما اشتركش يشترك معنا وفعل الجرس. مرحبا بالجميع. نتمنى انكم تفعلوا جرس تفعيل كل باش يوصلكم الفيديوهات كامله.
كنشكركم اخواتي للدعم والتشجيع المتواصل. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله. نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.